صباح الخير لكل الناس اللي بتسمعنا أعضاء المنتدى الجميل arabmigrants.com. النهاردة هنتكلم عن جهة تقييم ال ACS. دي الجهة اللي بتقيم الشباب اللي شغال في مجال الاي تي. لو انت لسه مش فاهم خطوات الهجرة بشكل عام، واقف الفيديو ده ما تكملش. الفيديو ده مش هيشرح خطوات الهجرة، لازم انت تكون فاهمها الاول. هتلاقي في الديسكريبشن تحت في الفيديو لينك الفيديو لاخونا كبير باشمهندس وليد الكيال، شارح بكل التفصيل خطوات الهجرة بشكل عام وانواع الفيز المطلوبة وكده. بعد كده ارجع للفيديو دوت. الفيديو هنا للناس اللي فاهمه خطوات الهجرة وعندها شوية حيرة في جهة التقييم ال ACS. اي لينكات هتلاقوها في الفيديو هتظهر في الفيديو، هتلاقيها موجودة في الديسكريبشن تحت. طيب هنتكلم عن ايه في الفيديو دوت؟ هنتكلم ايه هو ال ACS. هناخد كده اوفر فيو ال ACS ده في انهي خطوه في مراحل الهجره، مين المفروض يقدم على ال ACS، ايه تفاصيل الجوب ديسكريبشن او الكود انفورميشن لكل وظيفه ال ACS بتعملها تقييم، ايه ال ACS بتعمل التقييم ازاي، البروسيس بتاعتها، في شهادات، ايه الشهادات، شكل الشهادات اللي ال ACS تقبلها. في كونسبت عندهم كده ACS اسمه suitability criteria، ده هنتناقش فيه بالتفصيل. هناخد اكزامبل، وفي عندنا يوز كيس مهمه للشباب بتوع نتورك انجينير او هنتسمى يعني في وقتها. هناخد برضو في الاخر نجاوب على الاسئله اللي انتوا كتبتوها على الفيسبوك على الجروب. خلونا نبتدي. ايه هو ال ACS؟ ال ACS دي مؤسسه في استراليا متخصصه في مجال الاي سي تي. كل ما نقول كلمه اي سي تي معناها انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي. بتعمل مهام كتيره، احنا اللي يخصنا منها ان هي بتقوم بالتقييم شهادات لكل المهاجرين لاستراليا. هي بتقيم الشهادات بيزد على حاجتين. اول حاجه هي الاديوكيشنال كواليفيكيشنز، بمعنى المواد اللي انت درستها في الكليه او في الجامعه، بلس الورك اكسبيرينس، شهاده الخبره اللي انت تقدر تطلعها من الشغل عندك، تثبت انت ايه كنت شغال، بتعمل ايه الديوتيز اللي عليك، ايه الريسبونسابيلتيز اللي عليك، كنت بتعمل ايه بالظبط، واللي المفروض تكون قريبه من الشغلانه اللي انت جاي تقدم عليها. في مصطلح كده هنقابله كتير اسمه ANZSCO، ده اختصار استراليا and New Zealand Standard Classification of Occupation. هم استراليا ونيوزيلندا ليهم نفس الكلاسيفيكيشن كده للستة الوظائف اللي هم متفاهمين فيها يعني، فدايما بيكتبوا الاختصار دوت ونستخدمه كتير. طيب بشكل عام كده ده اوفر فيو كده الخط اللي بيوضح يعني هنهاجر ازاي او خطوات الهجره. عشان نشرحها بالتفصيل ارجع للفيديوهات اللي موجوده على نفس الشانل، هتلاقي فيديوهات كتير قوي بتتكلم عن خطوات. احنا هنتكلم على اول بلوكين بس، identify الكود انفورميشن والاي سي اس اسسمنت. دول اللي احنا مخصوصين بيهم ببساطه. بس خطوات الهجره كلها انت بتبقى عارف اول خطوه، انت عارف انت هتقدم على ايه، الشغلانه المناسبه ليك او الشغلانه اللي توصف الديوتيز اللي انت بتعملها حاليا. بتقدم بعد كده الورق دوت لجهه الاي سي اس عشان تعمل لك اسسمنت. جهه الاي سي اس مش بتحتاج ايلتس، فممكن ان باراليل تذاكر الايلتس، وبعد كده سبميت الاي او اي الاكسبريشن اوف انترست، وتستنى لغايه ما يجي لك انفيتيشن ليتر، بمعنى كده اللي انت مقبول. اثبت بقى اللي انت قلته في الاكسبريشن اوف انترست. بعد كده ادفع الفلوس بقى ويعملوا بروسيس ثانيه للريكوست بتاعك لغايه ما ان شاء الله يجي لك الفيزا كروني. احنا هنتكلم عن ايه في السايكل دي؟ هنتكلم عن اول بلوكين بس، او خصوصا البلوك الثاني. طيب مين هم المفروض اللي يجوا يقدموا على الاي سي اس او يقدموا طلب تقييم لشهادتهم الجامعيه وخبرتهم في الشغل الاي سي اس؟ دي مجمل الوظائف اللي اي سي اس بتعملها تقييم
كلها علاقه بالاي سي تي، انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي، سواء كبروجكت مانجر، كترينر، كبيزنس اناليست، في جزء من المالتي ميديا، كنت ويب ديفلوبر ادمنستريتور، ديفلوبرز وسوفت وير انجينيرنج كلهم، الداتابيز، السكيورتي، النتورك سيستم ادمنستريتور، كواليتي اشورنس اند سو اون. طيب ازاي بقى اتاكد ان الشغلانه بتاعتي هي دي اللي انا هقدم عليها بالظبط؟ لازم اكون فاهم كويس انا بقدم على ايه. انا شغال نتورك، فانا لازم اختار بالظبط الشغلانه او التايتل او الكود انفورميشن، او بمعنى ادق الاي ان زي اسكو كود انفورميشن بمعنى ادق، لازم اختاره بعنايه لان ده اللي هيكمل معايا البروسيس. اي غلطه فيه من اولها كده الموضوع هيجي يفيل في الوسط. طيب احنا محتاجين نتفاهم كده 3 مواقع اللي زي المكتوبين قدامكم كده عشان نفهم ازاي نتاكد ان الوظيفه بتاعتي هي دي اللي انا هقدم عليها وهي دي فعلا اللي ريليتد ليا بالظبط. تعالوا كده نفتح اول موقع، ده اشهرهم اكيد كلكم عارفينه، ENZ سيرش. دوت فيه كل الانفورميشن بتاعت لكل كود. خلونا نفتحه كده ونجرب مع بعض اي وظيفه كده. ده موقع ENZ سيرش، ننزل تحت كده نخش على السيرش على طول. تعالوا كده نفترض ان احنا هندور على وظيفه ديفلوبر، فببساطه هنيجي في السيرش هنا نكتب ديفلوبر، هنلاقيه لوحده هو ابتدى يقترح لك شويه اقتراحات. مثلا احنا ديفلوبر بروجرامر، وادوس سيرش. تمام، اول حاجه طلع لي الكود بتاعها، الرقم ده هو اللي هحفظه وهعيش بيه لغايه طول مده الهجره. الشغلانه دي مطلوبه في الاس او ال والسي اس او ال. لو انت مش فاهم المعنيين دولت وقف الفيديو ارجع افهم تاني من فيديوهات اللي موجوده على الشانل يعني ايه الكلمتين دولت. اللي يهمنا هنا بصوا الاسيسنج اوثورتي اي سي اس، هو ده اي حاجه ليها علاقه بالاي سي اس احنا هنفهمها في الفيديو النهارده. يهمني ايه من الحاجات اللي تحت، مش هشرحها كلها. الستيتابيلتي دي مش محتاجينها. الكود انفورميشن بيأكد لي تاني الاي سي اس هي جهه التقييم بتاعتي. بيقول لي بس في الحته دي كمان الوظيفه دي او الشغلانه دي ممكن يكون ليها مسميات تانية في بلاد تانية، ابلكيشن ديفلوبر، اي سي تي ديفلوبر، اي سي تي بروجرامر. لو ده موجود، لو انت كنت شغال حاجه من دولت فهي شبه الديفلوبر بروجرامر. الاسامي مش ازمه خالص في الاي سي اس، اللي يفرق معاها قوي الديوتيز والريسبونسابيلتي اللي انت تكتبها في الاكسبيرينس ليتر اللي تطلع من الشغل عندك. خطوه تانية الاخيره المهمه، اهم حاجه عندنا هي التاسكات. التاسكات دي طالما انت بتعملها او انت متفهمها او هي دي شغلانتك او تعبر عن شغلانتك وهتقدر تطلع بيها اكسبيرينس ليتر من الشغل عندك، يبقى هي دي تمام كده، هي دي اللي انت هتقدم. يبقى الكود ده كده تمام بالنسبه لك، هو ده اللي انت هتقدم عليه. تعالوا نجرب كده نعمل مثال تاني. لو حد شغال في النتورك مثلا، بصوا النتورك فيها كذا حاجه. تعالوا كده ناخد تاني كوميونيكيشن نتورك انجينير، نجرب. موجوده في السي اس ال والاس او ال والسي اس او ال، بس الاسيسنج اوثورتي بتاعتي الاي اي مش الاي سي اس. ده بره السكوب بتاعنا، احنا مش هنشرح النهارده الاي اي. يبقى الكود دوت مش تبعنا. طب انا نتورك انجينير ومتاكد ان انا الاي سي اس بتعملها، يبقى مش المسمى ده. في حاجه ثانيه اسمها نتورك كمبيوتر اند سيستم انجينير، نخش نشوفه كده. بصوا هنا بقى كده ظهر الاسيسنج اوثورتي، هنا الاي سي اس مش الاي اي. فخلي بالكم واحنا بندور في الموقع ده، اول حاجه نفهمها احنا هنقيم شهادتنا او نعادلها تبع مين. طيب ايه الموقع الثاني اللي احنا محتاجينه؟ اسمه الاوكيبيشن ان ديماند. ده يعني ده موقع خاص، يعني ليه محتاجينه؟ هو شبه الاي ان زي كو سيرش. احنا بس محتاجينه عشان معلومه ناقصه مش بتظهر هنا باي ديفولت في الموقع دوت، هي البوينت اللي انا محتاجها. فهاخد الكود من هنا كوبي بيست واروح اعمل له هنا بيست.
هيطلع لي على طول الشغل اللي انا كنت مقدم عليه في الموقع الاولاني. كل اللي انا محتاجه بس من الموقع دوت ان انا اول ما تظهر المعلومات اجي تحت هنا، هي دي المعلومه بس اللي انا محتاج اخدها من الموقع ده، البوينت سكور اللي الشغلانه دي محتاجها، وده المينيمم سكور اللي انا محتاجه. بس الموقع بيعيد نفس المعلومات اللي موجوده في ANZ كو سيرش بس بشكل مش منسق قوي ومش حلو يعني. انا بس بحتاجه بس عشان اعرف البوينت سكور بتاعتي كام. في الحقيقه برضو الموقع ده مش بيطلع كل البوينت سكور لكل الوظائف يعني، بس بيطلع اغلبها. في الموقع الثالث ده الموقع الاساسي بتاعنا اللي هو الACS، دي الجهه، ده الموقع الرسمي لجهه التقييم اللي احنا هنعمل تقييم معاها اول ما نخش نختار المايجريشن سكيلز اسسمنت. و ده بقى اللي هنعيش معاه الفتره بتاعتنا كلها. اهم دوكيمنت فيها اوريها لكم دلوقتي. اهم دوكيمنت هي السكيلز اسسمنت جايد لاينز فور ابليكانت. ده ملف PDF بيشرح كل الخطوات، وده الفيديو، يعني الفيديو في الاساس يعني معمول عشان يشرح الدوكيمنت دي كويس. وفي شويه ملفات تانية احنا يهمنا فيهم دلوقتي ANZ كود انفورميشن. ايه الفايل دوت؟ تعالوا نشوفه مع بعض كده عشان ده فايل مهم جدا. ايه الفايل دوت؟ هو بيدي وصف دقيق لطبيعه بقى الشغلانه اللي انت تقدم عليها. فكمثال كده ناخد اي واحد كده ويب ديفلوبر، لما يعني ده شكل الفايل كده. انا لما ابتدي من الاول كده انزل تحت هلاقي في لسته او اندكس بكل الكودز اللي انا هقدم عليها. نختار الويب ديفلوبر، هنلاقي وصف عام كده، والديوتيز اللي هي كانت موجوده في موقع ANZ كو سيرش مكتوبه هنا تاني. نيجي بقى للجزء اللي تحت، وده المهم قوي. ايه الجزء اللي تحت دوت؟ هيقول لك كده دي اسامي المواد الدراسيه اللي انا متوقع اللي انا اشوفها في الترانسكريبت بتاعك. انت هتروح الكليه تقول لهم انا عايز كشف بالمواد اللي انا درستها. فجهه الACS بتقول لك انا متخيل طالما انت جاي تقدم على ويب ديفلوبر يبقى انا متوقع الاقي الليسته دي كلها اللي هي الكور IT ريليتد او الاديشنال كلوزر ريليتد، دولت ودولت او الكومبينيشن من الاثنين. يعني انا متوقع الاقي اسامي المواد دي او اسم قريب ليها موجوده في كشف المواد بتاعتك. المواد دي عباره عن ايه؟ هي دي المواد دي اسمها ICT، يعني الماده اللي اسمها Algorithm Design and Development دي كده اسمها، دي ماده بالنسبه لهم، دي ماده يعني الكونتنت بتاعها ريليتد للICT. كل المواد دي كلها ريليتد للICT. هتلاقي الفايل ده كله بيتكلم عن ايه، ماسك كل كود اناليست بروجرامر، كاتب الديسكريبشن بتاعه، الديوتيز بتاعته، وكاتب لك برده تحت كل الICT كورسز او المواد اللي ليها علاقه بالICT اللي هو متوقع يشوفها في كشف المواد اللي انت هتجيبه من الكليه. فالفايل ده مهم جدا، كل واحد لازم يشوف كده، يروح الكليه يجيب كشف المواد بتاعه ويقعد كده، هل الالجوريزم ديزاين دي موجوده عندي ولا لا؟ كومبايلرز دي موجوده عندي ولا لا؟ ده ستراكشر واخدها ولا لا؟ ويقعد كده يشوف ايه المواد اللي الكود دوت محتاجها موجوده عنده ولا لا. لان نسبه المواد دي، نسبه وجودها في الكشف المواد اللي هجيبه من الكليه هيفرق كتير قوي 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 زي ما هنشوف قدام. فكل واحد اللي يعمله وهو بيحاول يفهم الوظيفه اللي هو هيقدم عليها او التايتل او الكود اللي هو هيقدم عليه، هيفهم، يخش على الموقع بتاع ANZ كو سيرش يفهم الاول هي هتتعادل او هتقيم تبع الACS ولا لا. الخطوه الثانيه يعرف البوينت سكور بتاعها عشان يعرف يفهم بس كده ايه مينيمم بوينتس اللي هو محتاجها. ثالث حاجه يخش على الفايل دوت ويشوف ويقارن المواد، اسامي المواد دي بالمواد اللي موجوده عنده في كشف المواد اللي استلمها في الكليه. لحد كده تمام. تعالوا نكمل بقى. طيب تعالوا نكمل بقى. السلايد دي بقى اهم سلايد في الفيديو كله، نركز مع بعض كده. سلايد عنيفه شويه ومهمه. ايه الACS اسسمنت بروسيس؟ دي البروسيس اللي الACS بتمشي عليها من اول ما تبعت لها الورق. انت بعت لها ايه؟ بعت لها حاجتين اساسيتين جدا، الكشف المواد بتاعك، الترانسكريبت اللي انت استلمته من الكليه،
الاكسبيرينس ليتر اللي انت خدته من الشغل اللي بيبقى موجود فيه ايه الديوتيز بتاعتك. الحاجتين دولت هم دول اهم حاجتين الاي سي اس بتبص عليهم. طيب اول ما بيجي لهم ورقه هي بتعمل ايه؟ اول خطوه عندنا بتعمل حاجه اسمها AQF compatibility. ايه دوت؟ ده موقع زي ما مكتوب قدامكم اهو aqf.edu.au. الموقع ده مهم قوي، خلينا نخش نبص عليه كده نظره. دوت ال AQF ده اختصار ل Australian Qualifications Framework. بيحكي في ايه الموقع دوت؟ بيحكي بيقول يا جماعه اي حد جاي لي ووصف لو درس في الكليه بتاعته او في المعهد او الدبلومه اللي درسها بالمواصفات الفلانيه انا هعتبره ده كده بكالوريوس، ده كده دبلوم، ده كده معاه ماستر او دكتوراه او كده. فهي دي اللي عندها الفريم ورك او الستاندرد education ستاندردز اللي بتوصف انت بالنسبه لاستراليا مؤهلك ايه بالنسبه لهم. الموقع ده مش للاي سي اس بس، ده لكل الوظائف وفي كل المجالات. مشكله الموقع هم في فايل PDF هنا تقدروا تنزلوه حوالي 100 صفحه كده بيشرح كل الكواليفيكيشنز او كل الستاندرد اللي عندهم شكلها ايه. المشكله بس الموقع دوت انه كلامه كله عام، يعني مش مختص، ما يقدرش يديك وصف تفصيلي كده. انت كمهندس نتورك اسمك ايه، يعني ازاي اوصفك ان انت بكالوريوس؟ لا، تلاقي ان هو بيكتب كلام عام قوي يعني. بس عموما يعني احنا هناخد الجزء اللي يخصنا منها. دي كل الليفلز الاي كيو اف بتصنف الناس عليها، ليفل 1 ليفل 10. تعالوا نرجع تاني للسلايد كده ونكمل من هناك. اول حاجه الاي كيو اف كومباتيبيليتي، دي اول بروسيس الاي سي اس بتعملها. اول ما تبعت لها الورق نبتدي باول خطوه. الخطوه بتقول انا عندي 2 جروبس، جروب اسمه لو انت اتصنفت بالنسبه لهم دبلومه او ادفانسد دبلومه او اسوشيت ديجري، ده بالنسبه لهم حاجه واحده، بيعاملوه نفس المعامله. فاحنا هنعتبرهم هنصنفهم كده بالنسبه لنا اكنهم جروب ايه. والباشلر ديجري البكالوريوس او الماستر او العمل الدكتوراه، دولت نفس المعامله الاي سي اس بتعاملهم، وهنقول عليهم هنطلق عليهم اكنهم جروب بي يعني بشكل واضح يعني برضو عشان تقدر تخمن انت فين. اي حد خريج هندسه حاسبات ومعلومات، هندسه اتصالات، كمبيوتر ساينس، في الاغلب الشباب دولت كلهم بيجوا في الكاتيجوري بتاع البكالوريوس. طبعا الماستر والدكتور دول مفهومين يعني. اي حد معهد او اقل بيتصنف في الجروب دوت. المعهد يعني انا شفت لينا زميل معهد 4 سنين اتصنف على انه اسوشيت ديجري. واي حد واخد دبلوم يعني مؤهله دبلوم او كده هيبقى في الجروب دوت. طبعا الجروبين هيفرقوا عن بعض زي ما هنشوف دلوقتي. اذا اول خطوه الاي سي اس بتعملها بتشوف مؤهلك في الاساس ده في الجروب اي ولا في جروب بي، مستوى دبلومه ولا مستوى بكالوريوس. تخلص من الخطوه دي تخش على الخطوه الثانيه. ايه الخطوه الثانيه بقى؟ الجنرال اي سي تي كونتنت اسسمنت. الاي سي اس بتعمل ايه؟ تمسك كشف المواد بتاعك وتقعد كده ماشي على ماده اللي انت درستهم في خلال الكام سنه اللي انت درستهم، سواء 4 سنين او 5 سنين او اقل. تقعد تقول الماده الاولانيه دي اي سي تي ولا مش اي سي تي. احنا شفنا في الفايل PDF اللي هو كان بيشرح اللي اسمه الاي ان زد كود انفورميشن، ده كان بيشرح كل وظيفه والمواد اللي ريليتد للوظيفه دي. المواد دي كلها اي سي تي. انا هنا مش هتكلم على هنا، هي مش بتشوف الوظيفه بعينها، هي هنا بتشوف المواد اللي انت درستها كلها. اصلا المواد دي اي سي تي، اغلبها اي سي تي او نسبه المواد الاي سي تي منها قد ايه. لسه هي ما دخلتش ان المواد دي ليها علاقه بالشغلانه اللي انت بتقدم عليها ولا لا. هي بس تقعد تمشي كده سنه سنه كده على المواد اللي انت درستها. الماده دي اي سي تي ولا لا؟ اي سي تي معانا خلاص. وتقعد ايه تريكورد الكلام دوت وتصنفها ل3 تصنيفات. تقول كده انت المواد انت بيزد على المواد اللي انت درستها دي، انت اسمك اي سي تي ميجور ولا اي سي تي ماينور ولا نون اي سي تي.
اي سي تي ميجور ايه المفهوم بيهم بقى؟ تعالى يعني نفهمهم الثلاثه. الاي سي تي ميجور بتقول كده: الجروب ايه اللي هو الدبلومه اللي مقدم شهاده واعتبروه في المستوى دبلومه، بيقول كده لو انت كميه المواد اللي في الترانسكريبت بتاعك او في كاش بتاعك اكتر او يساوي 50% هنعتبرك اي سي تي ميجور. تمام؟ الاكتر او يساوي 50% لازم توتال المواد اللي انت درستها يكون على الاقل فيها على الاقل 50% من المواد اللي انت درستها، كل المواد يبقى ليها علاقه بالاي سي تي. طيب جروب بي اللي هو البكالوريوس او اعلى، ليهم اتنين: لو الدراسه كان 4 سنين او الدراسه 5 سنين. لو الدراسه 4 سنين لازم يكون على الاقل المواد اللي انت درستها 25% يكون منها مواد ليها علاقه بالاي سي تي. او لو انت 5 سنين يبقى على الاقل 20% من المواد اللي انت درستها يكون ليها علاقه بالاي سي تي. المجموعه دي كلها لو انت حققت الشروط ده هيبقى اسمك اي سي تي ميجور. طيب ايه الاي سي تي ماينور؟ دي خاصه بالجروب بي، البكالوريوس او اعلى. البكالوريوس بس، يعني المستوى بتاع الدبلومه هو يا اي سي تي ميجور يا اما نون اي سي تي. مفيش ملول مش اي سي تي ماينور. الاي سي تي ماينور دوت ده تصنيف بيجي للبكالوريوس. فالبكالوريوس هنا ممكن يكون اي سي تي ميجور او ماينور او نون اي سي تي. لكن الدبلومه زي ما هنشوف الدبلومه يا اما تبقى اي سي تي ميجور يا اما نون اي سي تي على طول. طيب ايه بتتحسب ازاي؟ بيقول لك على الاقل تكون تلتين الميجور، يعني نضرب تلتين في 25% فتبقى تطلع حوالي 16.6. لازم يكون المواد اللي انت درست، لو انت المواد اللي انت درستها اقل من 25 واعلى من 16.6 من اجمالي المواد اللي انت درستها هيعتبروك اي سي تي ماينور. نفس الوضع هنا، تلتين في 20% يعني حوالي 13.3. يبقى انت ايه الاي سي هتتقيم على انك اي سي تي ماينور لو حجم المواد اللي انت درستها اكتر من 13.3 واقل من 20%. الرينج دوت بيعتبروه اي سي تي ماينور. ايه النون اي سي تي؟ ده كليه ما كانش ليها علاقه بالاي سي تي اصلا، زي حد كان خريج كليه تجاره او حقوق او اداب او اي كليه ما كانتش المين كورسز بتاعتها، كل المواد بتاعتها كان ليها علاقه بالاي سي تي. وفي الحاله دي انت بتحتاج حاجه اسمها ار بي ال ابلكيشن، هنتكلم عنها كمان شويه. مش يعني ابلكيشن تثبت فيها اللي انت كنت شغال في المجال دوت، زائد برضو الترانسكريبت بتاع الكليه وشهاده الشغل الاكسبيرينس ليتر. طيب احنا كده خلصنا اول مرحلتين، نخش على المرحله الثالثه والاخيره اسمها النومينيتد اوكيبيشن اي سي تي اسسمنت. هو بقى في المرحله دي بيشوف المواد اللي انت درستها، الاي سي كونتنت اللي انا شفتها سواء كنت اي سي تي ميجور او ماينور، المواد دي بقى كام في المية منها ريليتد للوظيفه اللي انت مقدم عليها، وبتصنفك على اساسين وكمان بتبص كمان على الديوتيز اللي انت كاتبها في الريفرنس ليتر او الاكسبيرينس ليتر اللي انت مطلعه من الشغل. الاثنين دول لازم مع بعض يكونوا اكتر من 65% عشان يعتبرك حاجه اسمها كلوز ريليتد. تاني معنى ايه؟ هوضحها تاني. خلينا ناخد اول حاجه كده. هو هيروح يخش على انت درست هنا 100 ماده كلهم اي سي تي، سوري مش كلهم اي سي تي، 50% بس منهم اي سي تي. هو عايز بقى ان يكون عشان يعتبرك كلوزلي ريليتد 65% من ال 50% دول يكونوا ريليتد للنومينيتد اوكيبيشن اللي انت مقدم عليها، للكود او الوظيفه اللي انت مقدم عليها. لو اقل من كده هيعتبرك نوت كلوزلي ريليتد. ولازم برضو تكون الديوتيز اللي مكتوبه في الاكسبيرينس ليتر اللي انت طلعتها من الشغل برضو يكون كل انت كاتب كده 10 ديوتيز كويس، لازم على الاقل 65% من الديوتيز دي تكون ريليتد للديوتيز اللي كانت مشروحه في الفايل البي دي اف اللي كانت بتوصف المسؤوليات اللي تبع النومينيتد اوكيبيشن دي، تبع الكود دوت.
تعالوا كده نراجع تاني. السلايد دي صعبه شويه وغلسه كده، بس هي دي اجابه على معظم الاسئله او الناس اللي بتبقى مش عارفه هتتقيم ازاي. ببساطه التقييم عباره عن 3 مراحل. اول حاجه يشوف هل انت في مستوى الدبلومه او اعلى لغايه البكالوريوس، او مستوى البكالوريوس او اعلى. دولت معامله واحده ودولت معامله واحده، نفس المعامله يعني. وبعد كده يشوف بقى، يبص على الترانسكريبت بتاعتك، يقعد يعدي كده عليها، هل الراجل دوت لو هو كان جروب اي يعني في المستوى الدبلومه، المواد اللي درسها في على الاقل 50% منها ليها علاقه بالاي سي تي، خلاص الراجل ده معانا ميجور. لو اقل من كده هينزل هينزل نون اي سي تي. لو هو كان بكالوريوس والموضوع كان اقل من 25% هينزل ماينور. لو اقل كمان من ماينور هيبقى نون اي سي تي. فيصنفك انت اي سي ميجور ولا ماينور ولا نون اي سي تي. وبعد كده يخش بقى، هل المواد اللي انت درستها بقى كلوزلي ريليتد للنومينيتد اوكيوبيشن اللي انت مقدم عليها، للكود اللي انت مقدم عليه ولا لا. وهيبص كمان في المرحله دي على الديوتيز اللي انت كاتبها او انت مطلعها من الشغلانه بتاعتك. الفندور سيرتيفيكيشن، احنا في مجال الاي سي تي بيبقى عندنا سيرتيفيكتس كتيره ممكن بناخدها في مجال شغلنا، لكن الاي سي اس ما بتعترفش الا بنوعين بس. شويه سيرتيفيكتس ليها علاقه بسيسكو اللي هو في المستوى بروفيشنال بس. السي سي ام بي دي في مجال النتورك يعني. سي سي ام بي بكل تركاتها، سي سي بي وسي سي في بي، والسي تي اس بي بتاع السكيورتي، والسي سي اي بي بتاع السيرفيس بروفايدر، سي سي اي كل التراكات، والسي سي دي بتاع الديزاين، والسيسكو اركتكت. السيرتيفيكتس دي هم يعني اللي بيقدمها بيعتبروا اللي معاه السيرتيفيكتس دي فهو في دبلومه ليفل، يعني في ليفل الدبلومه واي سي تي ميجور. برضو التراكات اللي تبع شركات مايكروسوفت، الام سي اس اي والام سي اس دي، في الحقيقه مش فاهمهم كلهم يعني، بس دي دول نوعين من الفندور سيرتيفيكيشن. الاي سي اس بتاخدها في حساباتها وهي بتعمل الاسسمنت بتاعك. السي سي ان اي هنا مش مقبول، الام سي بي هنا مش مقبول، الحاجات اللي هي في الاسوشيت ليفل مش مقبول. اي فندور تانيين زي الاي بلس والان بلس برضو مش مقبولين، هم ما يعرفوش غير الليسته دي بس. Recognition of Prior Learning ال RPL. الناس النون اي سي تي مطالبين ان هم يقدموا اثبات بخبرتهم في المجال الاي سي تي. يعني واحد ما كانش خريج كليه اي سي تي لكن قضى طول حياته بيشتغل اي سي تي، هم ما عندهمش مشكله، ماشي، قدم بس ما يثبت كده من خلال شغلتك. الار بي ال دوت مجرد يعني زي بروجكت كده، ابلكيشن طويله شويه مقسومه لجزئين. اول جزء كده اسمه كي ارياز اوف نوليدج، بتشرح فيها شويه خبرات انت اتعلمتها في الاي سي تي واستخدمتها، وبتشرح 2 بروجكت كبار كده انت حلتهم او اشتغلت فيهم في الشغل بتوعك. في فورمه جاهزه او بتسهل عليك ازاي تكتب الابلكيشن دوت. هتلاقوا في فايل وورد كده اسمه ACS Recognition of Prior Learning Form. ده فايل وورد كده، ده اللي انت هتملى فيه الكلام اللي انت يعني مهارات شغلتك والبروجكت انت اتكلمت عليه. وفي فايل PDF تاني بيشرح الكلام اللي انت المفروض تكتبه في الفايل وورد دوت. الفايلين دول هتلاقوهم موجودين في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الRPL ده محتاج مجهود شويه، هو مش صعب بس هو يعني عايز مجهود كده، وهتلاقي ليه على الانترنت اكزامبل كتيره. مهم بس ان انت لو لقيت حاجه ما تاخدهاش كوبي بيست عشان ما يعني ما تترفضش. كوبي بيست هيقفشوه يعني، هتبقى مشكله بالنسبه لك. في ناس ممكن تلاقي على النت في مواقع كمان بتعمل الموضوع ده تساعدك انك تعمله مقابل فلوس يعني، بس انا مش شايف ان الموضوع محتاج صراحه انت تقدر تعمله بنفسك يعني. اقرا الاثنين دوكيمنت دول كويسين هتفهم هم مطلوبين منك ايه. نيجي بقى للحته الغلسه اللي الاي سي اس حطها، حاجه اسمها الاي سي اس suitability criteria. ايه القصه دي؟
الاس اس بتقول انا محتاج عدد معين من السنين هعتبره ده يعني suitability criteria ليا، هخصمه من سنين خبرتك. لازم هتخصم؟ لازم هتخصم للاسف. هي بتعتبر كده في عدد معين من السنين انا هعتبره زي تريننج كده. انا ده لازم وانت بتقدم لي الاسسمنت بتاعك تكون اصلا مغطيه. يعني هنلاقي في وظيفه او هنلاقي في كاتيجوري معين بيحتاج سنتين عشان احقق السوتابيليتي كرايتيريا. فلو انا اصلا يعني خبرتي في الشغل سنه واحده، يبقى اصلا الاسسمنت هيترفض. على الاقل لازم تكون محقق السوتابيليتي كرايتيريا وبعد كده نتكلم. طب ايه الحكايه ان السنين اللي انا هحتاجها عشان احقق السوتابيليتي كرايتيريا دي بتتخصم من اجمالي سنين الخبره بتاعتك، وكمان مش بتاخد عليها بوينت في الاميجريشن بروسيس اوفرول. دي اغلى حاجه في الاي سي اس، ودي اللي بتخلي الناس يعني تتضايق قوي من الاي سي اس بسببها. يعني موضوع السوتابيليتي كرايتيريا تعالوا كده نشرحه تاني بتفصيل اكتر. احنا كنا قلنا ان في 3 ليفل. انت البروسيس بتاعت الاي سي اس بتعدي على 3 ليفل: الكيو اف، الاي كيو اف كومبارابيلتي، الاي سي تي كونتنت، الكلوز ريليتد انفورميشن اللي انت مقدمها. كل واحده كل كومبينيشن من الثلاثه فاكتورز دولت بيدوك يعني او بيحددوا سوتابيليتي كرايتيريا معينه. يعني فور اكزامبل لو واحد بكالوريوس وتصنف على انه اي سي تي ميجور، والورق اللي كان مقدمه او المواد اللي مقدمها كانت كلوز ريليتد للنومينيتد اوكيبيشن اللي هو مقدم عليها، للوظيفه اللي هو مقدم عليها، بيقول لك بص احنا محتاجين هناخد سنتين years، يعني سنتين من اجمالي الخبره بتاعتك في اخر 10 سنين، او 4 سنين في اي وقت انت اخدت في الخبره ده، يعني اكتر من 10 سنين. يعني لو انت خبرتك كانت 15 سنه، يا اما اخصم سنتين في اخر 10 سنين، يا اما اخصم 4 لو الخبره بتاعتك متوزعه على اكتر من 10 سنين. خلونا يعني نركز على الجزء الاولاني منها. هنفترض ان انت مقدم خبره 10 سنين، اخر يعني خبرتك 10 سنين، فهيخصموا منها سنتين، ويبقى انت خبرتك كده اللي هيبقى عليها بوينت مؤسسه الهجره بقى هتقيمك على 8 سنين بس من اجمالي 10 اللي انت مقدمها. طيب لو انت بكالوريوس واي سي تي ميجور، لكن المواد اللي انت درستها والديوتشز اللي انت قدمتها مش كلوز ريليتد، اقل من 65% زي ما شرحنا في سلايد فايته، هيبقى هيخصم 4 سنين في اي وقت عدى عليك، سواء 10 سنين او اكتر من 10 سنين. يبقى ايه الفرق من اول اتنين؟ ان الاثنين بكالوريوس، الاثنين اي سي ميجور، لكن ده كلوز ريليتد وده مش كلوز ريليتد. ده هيخصم سنتين وده هيخصم 4. نخش في اللي بعده. واحد بكالوريوس لكن اي سي تي ماينور، واحد كلوز ريليتد وواحد نوت كلوز ريليتد. ده هيتخصم منه 5 سنين او 6 في اي وقت فات، او ده هيتخصم منه نوت كلوز هيتخصم منه 6 سنين في اي وقت. يعني الكيس دي مثلا تناسب الناس، يعني الناس اللي هم هندسه حاسبات او كمبيوتر ساينس مثلا، هيلاقوا نفسهم بيقعوا في الكاتيجوري دوت. هم اغلب المواد اللي درسوها اي سي تي ميجور، لكن الشغلانه بتاعتهم بقى هل هم قدروا يثبتوا ان كل المواد اللي درسوها ليها علاقه بالشغلانه اللي هم مقدمين عليها ولا لا؟ فهيلاقي نفسهم في يا اما يتخصم منهم سنتين يا اما يتخصم منهم 4. لاحظوا ان اقل حاجه بتتخصم سنتين، مفيش اقل من كده. الجايد بتاعهم بيقول مفيش اقل من كده. بنشوف فورمز كتيره كاتبه ان في ناس ما اتخصمش منهم حاجه. احنا ما عرفناش نثبت المعلومه دي، والناس اللي سالناهم انت تعرف بالظبط مين ما اتخصملوش، يعني ما قدرش يفيدنا يعني ازاي حد قدم وما اتخصمش منه ولا سنه. جايز يكون ده كان في نظام قديم ما بيخصمش زمان، لكن الجايد لاين الموجود على السايت بتاعهم تقدروا تقروه في اي وقت، هتلاقي ان اقل حاجه تتخصم هي سنتين بس. نخش في الوضع اللي بعده. اللي معاه بكالوريوس بس اي سي تي ماينور، الاثنين دولت ممكن اللي يقع في الحاجات دي حد مثلا زي هندسه اتصالات، ممكن يكون الاي سي تي اللي خده مش كله ميجور، ممكن ماينور. طبعا دي بتختلف من كليه لكليه ومن جامعه لجامعه. نتاكد ازاي؟ زي ما اتفقنا كده من الاول، هات الترانسكريبت من
من كليه كشف المواد، واقعد بص امشي على ماده وشوف الماده دي ICT ولا لا. تعرف الماده دي ICT ولا لا ازاي؟ ترجع للفايل PDF اللي شرحناه في السلايدات الاولانيه اللي فيها كل شغلانه بتحتاج مواد قد ايه، وتقدر تخمن النسبه بتاعتك، هل انت هتبقى في الكاتيجوري بتاع ICT ميجور ولا ماينور. لاحظ الفرق ان هي بتفرق في عدد السنين اللي بتحقق السواتابيلتي كرايتيريا اللي هتتخصم منك في سنين الخبره بتاعتك. خش على السلايد اللي بعديها. لو حد في مستوى الدبلومه او معاه فيندور سيرتيفيكيشن او اسوشيت ديجري، الناس اللي معاها غالبا الناس المعهد يعني او في مستوى دبلومه، احنا قلنا ان هم ما عندهمش ICT ماينور ميجور بس. لو كلوز ريليتد هيخصم 5 سنين من اخر 10 سنين، لو او 6 سنين من اي وقت فات. لو نوت كلوز ريليتد هيخصم 6 سنين. طيب لو واحد نون ICT دبلومه او هاير، يعني دبلومه او بكالوريوس زي اي كليات مش ICT، تجاره او حقوق او اداب، واشتغل في الICT، دولت ما لهمش تصنيف اصلا ميجور او كلوز ريليتد. من الاخر ده الراجل ده هيتخصم مش منه كده 6 سنين، ولازم يقدم RPL ابلكيشن. لو واحد مقدم مش مقدم اي كواليفيكيشن، ما درسش اي حاجه، هيتخصم منه 8 سنين ولازم يقدم RPL ابلكيشن. دي الكرايتيريا اللي الACS بتحتاجها في بدايه الكلام. يعني نوضح تاني، واحد معهد كويس اتصنف على انه اسوشيت ديجري مثلا، وهو اشتغل لحد ما قدم وهو خبرته في الشغل 3 سنين بس. لو قدم تابع الACS، الاسسمنت بتاعه هيترفض والفلوس هتروح عليه. ليه؟ لان انت اصلا ما حققتش السواتابيلتي كرايتيريا. فانت تبقى عارف من دلوقتي اهو، انا متوقع ان انا اتصنف اسوشيت ديجري، يبقى انا محتاج 5 سنين لازم اكملهم الاول قبل ما اقدم. لو قدمت قبل كده مش هينفع. يبقى 5 سنين وشهر ابتدي اقدم، بس هيخصموا 5 سنين ويبقى لك شهر، والشهر ده مش هيفيد في البوينت. ممكن انت تحسن بايلتس بقى او حاجات تانية، ده موضوع تاني في مش السكوب بتاعنا يعني. لكن لازم تكون محقق السواتابيلتي كرايتيريا. اقل عدد تقدمه من السنين دوت الاسسمنت بتاعك هيترفض اصلا. مش يعني هيقول لك ان انت مش سواتابل لينا، ولازم تكمل عدد السنين اللي تحقق شرط السواتابيلتي كرايتيريا دوت. شويه بقى حاجات كده مهمه بخصوص الموضوع دوت. only فقط all relevant work experience to the nominated occupation will be considered. الموضوع دوت مهم قوي تكونوا عارفينه. واحد قدم على نتورك، اشتغل 10 سنين نتورك، منهم سنتين في الوسط كده او في بدايه حياته اشتغل بروجرامينج اول سنتين، وبعد كده كمل 8 سنين نتورك. ولما جه يقدم على كود معين او وظيفه معينه قدمها على نتورك، فاول سنتين بتوع البروجرامينج مش هيتحسبوا. ليه مش هيتحسبوا؟ لان احنا قلنا لازم لازم تكون يعني اللي انت هتقدمه يكون ريليتد للشغل دوت. لو حاجه مش ريليتد خالص هتتحذف، مش هيعتبر ان دي اصلا كونسيدرد بالنسبه له ومش ريليفنت للورك اكسبيرينس اللي انت مقدمها. طيب هم بيحسبوا الخبره بالشهور، مفيش ايام. كسر الشهر بالنسبه لهم مش بيتحسب، شهر كامل ويقعدوا يحسبوا بالشهور زي ما هنشوف في الاكزامبل قدام. اشهر 3 مشاكل مشهورين عندهم. الكونكورنت امبلويمنت، لو واحد شغال شغلانتين في نفس الوقت، بيشتغل الصبح ويشتغل بالليل، لا هم هياخدوا واحده بس. ايه الورك اكسبيرينس اللي هترفض؟ اللي هو زي ما قلنا فوق كده، الحاجات اللي هي مش انت كنت شغال في شغلانه ثانيه في الفتره دي، الشغلانه دي الاكسبيرينس دي مش هتتقبل. احنا عايزين حاجات انت شغال نتورك يبقى تقدم كل الاكسبيرينس بتاعتك في النتورك.
not accessible due to insufficient documentation. لو انت بعت الورك اكسبيرينس بالفورمات اللي هم مش واصفينه مظبوط، وبعت ورقه غلط او مش مفهومه بالنسبه لهم، هتترفض ويترفض معاها وتخسر بسببها سنين الخبره اللي كانت متقدمه في الورق دوت. الدوكيومنتيشن المفروض تقدم في سنين خبره مشروحه بفيديوهات كتيره على نفس الشانل بتاعتنا. اخونا الكبير باشمهندس وليد الكيال ليه شرح كتير في الموضوع دوت، تقدروا ترجعوا له تفهموا الدوكيومنتيشن اللي بعتها تبقى شكلها ايه بالظبط، وليها اكزامبل كتير على الفورم. تعالى ناخد شرح كده، ناخد اكزامبل. واحد بكالوريوس ICT ميجور، لكن الديوتيز اللي قدمها او كميه المواد طلعته نوت كلوزلي ريليتد تو ذا نومينيتد اوكيبيشن. كده هو محتاج suitability كرايتيريا، محتاج 4 سنين عشان يحقق شرط الsuitability كرايتيريا. هنفترض كده ان هو اتخرج من 2007 وخبرته 10 سنين لغايه 2017. ايه اللي هيحصل؟ هيجي كده حاجه اسمها، هيجي كده يعدوا 4 سنين من بدايه ما اشتغل، هيجي عند يناير 2011 اللي هو افترضنا ان هو طلع من يناير 2007 لغايه يناير 2011، هيقسموا الفتره دي، هيجوا عند الجزء الفاصل ده بيسموه سكيل ليفل ريكوايرمنت ميد ديت. المصطلح ده مهم، لو حبيتوا تقروا تاني على الموقع هتلاقيه بيستخدموا. الميد ديت ايه؟ هيبقى يناير يعني يناير 2011. ايه الميد ديت ده؟ الديت اللي بعديه هبتدي احسب سنين خبرتك. اللي قبل كده ده الجزء الاولاني دوت انا بس احتاجته عشان احقق شرط السواتابيلتي كرايتيريا، ومش الليجبل اللي انا يعني مش هيديك نقط في حساب السكيلد مايجريشن. اما الجزء اللي بعده هو يقول لك ده يبقى انت كده من اول 2011 ل 2017 ال6 سنين دولت هم بس اللي هيتاخدوا عندك كسكيل امبلويمنت، وليهم حق يعني تقدر تاخد عليهم بوينت في الاميجريشن بروسيس عموما. فنكون فاهمين يعني ايه الميد ديت. الميد ديت دوت اللي هو اليوم او الشهر اللي قبليه مش هتاخد عليه بوينت عشان بيحقق السوتابيلتي كرايتيريا، وبعد كده بعد كده الفتره اللبني دي هي دي اللي انت هتاخد عليها بوينت بتاعتك او تتحسب في الاميجريشن ليتر بقى في مرحله بعد ما تخلص التقييم يعني. ده مثال من الفايل بتاعهم يعني ايه شكل الاسسمنت اللي بيجي. اوكي، واحد كده قدم على كود، ده الرقم بتاعه، هو اسمه ICT مانجر. كويس، بيقولوا له كده انت قدمت، احنا شايفينك سويتبل للكود ده، فانت بالنسبه لنا تمام. التفاصيل بقى بيقولوا كده your Bachelor of Science of Computer Science from University of Sydney completed May 2006. انت كنت خريج الكليه ديت 2006. احنا قيمناها ايه؟ على انها AQF Bachelor Degree with Major in Computing. فاحنا صنفناك على انك معاك بكالوريوس ICT Major. لاحظوا ان هم مش بيكتبوا في الاسسمنت اللي بيجي في الاخر انت كلوز ريليتد ولا لا، مش بيكتبوها بشكل صريح، لكن انت تفهمها من هم خصموا كام سنه. تعالوا نكمل كده. الراجل دوت كلوز ريليتد. كويس، فهو بكالوريوس ميجور كلوز ريليتد، فالسواتابيلتي كرايتيريا هتبقى 2 سنين. خصموها ازاي 2 سنين دولت بقى؟ بصوا، هو الراجل ده كان مقدم 3 work experience، 3 HR ليتر كده بتوضح هو اشتغل فيه. اشتغل الفترة الأولانية لمدة 1 3 شهور، الفترة الثانية 8 شهور، الفترة الثانية 2 و4 شهور. طيب احنا قلنا ان احنا محتاجين 2 واحنا بنعدهم بالشهور. تعالوا كده نشوف نحسبها ازاي. 2 و3 شهور يبقى لسه ناقص 9 شهور عشان يحقق السواتابيلتي كرايتيريا. يبقى الشغلانه كل الخبره اللي في الشغلانه دي انا اخدتها في السواتابيلتي عشان احقق السواتابيلتي كرايتيريا. نخش على الشغلانه الثانيه اشتغل فيها 8 شهور واحنا قلنا لسه محتاجين 9 شهور، فالشغلانه دي كمان كل الاكسبيرينس اللي اشتغل فيها هتتاخد عشان تحقق السواتابيلتي كرايتيريا. كده احنا معانا 1 و3 شهور و8 شهور، يبقى كده 1 و11 شهر. انا محتاج شهر كمان، يبقى انا هاخد اول شهر من الشغلانه الثالثه.
يبقى الميد ديت بتاعي بعد شهر من التاريخ دوت. هو الشغلانه دي ابتدى فيها 1/2010، يبقى الميد ديت بتاعي شهر 2/2010 اللي هو فبراير. اي حاجه بعد فبراير 2010 هتبقى eligible ان هي تتحسب كسكيل امبلويمنت، وهتتحسب معايا في البوينت بتاعت الهجره. ونلاقي الكلام ده مشروح فوق بقى. فبيقول له كده the following employment after February 2010. زي ما احنا حسبناها كده، احنا محتاجين شهر من الشغلانه ديت، ده شهر 1 شهر 2. فبيقول له كده بعد شهر 2 2010 انت بقى كده ايه، هيتحسب لك ان انت شغال وده سكيل ليفل، ويبقى كده انت خبرتك من الاخر عباره عن سنتين، اللي باقي لك هيتحسب 2 و3 شهور. تمام؟ ده شكل الاسسمنت اللي هيجي لك في الاخر، وهيقول لك ده اسمه الميد ديت. مش هيقول انت كلوز ريليت ولا لا، بس انت هتفهمها يعني. ارجع للجدول اللي احنا شرحناه من شويه كده هتفهم هو ليه الميد ديت دوت كده. يبقى هم كده صنفوك انت كلوز ريليتد ولا لا. طيب يوز كيس محدده كده كنتورك انجينير او ممكن بروجرامينج. في ناس خريجه هندسه سواء حاسبات او اتصالات ممكن عندهم فرصه ان هم يقيموا نفسهم تبع الاي اي او تبع الاي سي اس. كويس. السؤال ده بيجي لنا كتير، بس فحبينا كده نعمل مقارنه سريعه. ببساطه انت لو هتعمل معادله تبع الاي سي اس، فانت الورق اللي محتاجه مجرد الكواليفيكيشن اللي هو كشف المواد وشهاده الكليه والورك اكسبيرينس. الاي اي بتطلب حاجه ثانيه، سي دي ارز. ده بروجكت انت عملته، حاجه كده شبه الار بي ال اللي الناس النون اي سي تي بيعملوه. فده بيحتاج شويه يعني في تقارير زياده انت بتعملها، شويه مجهود زياده يعني، بس مش مستحيله، بس يعني تحتاج مجهود. الاي سي اس ارخص $500 كندي، دي حوالي 1000، لان فيها شويه معايير في يعني في شويه اختيارات في الفلوس. في عندهم حاجه اسمها فاست تراك بتدفع عليها فلوس زياده عشان تقيم بسرعه، فتقريبا المبلغ ممكن تلاقيه ضعف الاي سي اس. فدي نقطه برضه تاخد في الحسبان يعني. الاي سي اس وانت بتقيمه هل هو محتاج ايلتس، يكون السكور بتاع ايلتس معاك؟ الاي سي اس بيقول لك لا انا مش محتاج، الاي اي محتاج. طيب الاي سي اس، مع الاي سي اس عنده شارت السواتابيلتي كرايتيريا، لازم يخصم سنين من الورك توتال ورك اكسبيرينس بتاعك، يا 2 يا 4. انا بقول 2 او 4 ليه؟ لان ممكن حد من هندسه اتصالات يتقيم على انه لو قدم على وظيفه ما تبقاش نوت كلوز ريليتد، فتلاقيه يعني ممكن يكون نتورك انجينير، لكن المواد اللي درسها في الكليه على حسب الكليه ممكن ما يكونش كل المواد اللي درسها كلها كلوز ريليتد لشغلانه النتورك انجينير يعني للكود دوت. فممكن يتخصم منه 4 سنين مش سنتين بس، لكن وارد برضه يتخصم منه 2 بس عادي. الريسك ده بس شويه عند الناس خريجه اتصالات، يمكن خريجه يعني حاسبات، هندسه حاسبات ممكن اغلب ممكن يعني مطمنين شويه اللي هو يتخصم منهم 2 سنين، لكن الريسك اكتر عند الناس بتوع هندسه اتصالات ممكن يتخصم منهم 4 سنين، لان المواد بتاعتهم ما بقاش فيها اي سي تي كتير زي الناس بتوع حاسبات. الاي اي دي ميزه قويه جدا فيها، ما عندهمش اصلا سواتابيلتي كرايتيريا، ما بيخصموش سنين في الخبره خالص. ميزه ثانيه في كاكزامبل نتورك انجينير، ان السكور المطلوب كنتورك انجينير تبع الاي سي اس 65، الاي 60، فطبعا الاي ال5 درجات مهمين قوي يعني. البروسيسنج تايم هم بيقولوا فورمالي من 2 ل 4 شهور، لكن غالبا بتاخد من 3 اسابيع لشهر يعني، وبيخلصوا الموضوع لان هم ما بيقروا يعني الموضوع كله شويه ورق بيقروه، او استثناء لو في ار بي ال ابلكيشن، لكن ما عندهمش، فالموضوع بيخلص معاهم بسرعه. لو من غير فاست تراك ممكن ياخد 3 ل 4 شهور، لكن بالفاست تراك ممكن ياخد حوالي 15 يوم زي ما هم كاتبين على السايت عندهم يعني. فكل واحد فيه ميزات وعيوب.
الجدول ده بيوضحه، كل واحد يشوف بقى هو يقدر يعمل ايه، هل يقدر يعمل CDR، هل يدفع اكتر، لا هو يدفع اقل وما عندوش مشكله، عنده اكسبيرينس كتيره، هل السكور بتاعه هنا هو محتاج سكور بتاعه ضعيف فيقدم هنا ويدفع فلوس اكتر ويبذل شويه مجهود اكتر عشان يعرف يجيب سكور. كل واحد بقى ايه يدرسها من وجهه نظره، طالما انت يعني من الناس المحظوظه اللي عندهم اختيار اصلا في جهات التقييم، لكن في جوبات تانية ما عندهمش حل غير ACS بس. الكونكلوجن، الملخص من الاخر بقى دلوقتي، ايه اللي انت محتاج تعمله بعد ما سمعت الفيديو دوت؟ بفكرك ان انت بتعدي على 3 مراحل، 3 فلتر كده. الاي كيو اف كومباراتيبيليتي، انت دلوقتي تقدر تخمن الاسسمنت بتاعك يطلع شكله ايه. ليه تقدر تخمن؟ مش اكيد، لان في حاجات ما بتبانش الا في الاسسمنت. مثلا من الحاجات اللي ما نقدرش نجزم بيها يعني ماده انت مكتوبه عندك في الترانسكريبت باسم معين وهم كاتبينها باسم معين، ممكن يكونوا الاثنين زي بعض، بس انا ما اضمنش ACS تعتبر الماده دي ICT ولا لا. فعشان كده احنا كل اللي بنقول ده تخمين بس، وانت تقدر تخمن انت هتقع في انهي كاتيجوري وهتخصم منك كام سنه. فانت عارف الكيو اف ليفل بتاعك، هل انت في مستوى الدبلومه ولا في مستوى البكالوريوس، هل انت ICT ميجور ولا ماينور ولا ICT، هل كشف المواد والديوتيز بتاعت الورك اكسبيرينس هل هتبقى كلوز ريليتد للنومينيتد اوكيبيشن ولا لا. 3 فلترز دول يدوك استيميشن كده واضح، هل انت هتقيم بانهي شكل، هل ينفع تقيم في الوقت الحالي ولا لا. يعني مثلا الناس اللي لسه متخرجه من اي كليه ICT، الناس اللي حديث التخرج ما ينفعش اصلا يقدموا، ما ينفعش، لان مينيمم سوتابيلتي كرايتيريا 2 سنين، فما فيش حد خريج يقدر يقدم على يبعت جهه تقييم ACS قبل ما يعدي 2 سنين مثلا. فعشان كده احنا كده يعني النهارده او في الفيديو دوت يعني فهمت شويه ملامح كده، هل انا هيبقى موقفي ايه في الاسسمنت. حاجه تانية بفكركم، الورك اكسبيرينس ليها علاقه بالشغلانه اللي انت مقدم عليها، هي دي بس اللي هتتحسب. لو حد بيشتغل شغلانات كتيره يختار هو يقدم على واحده فيهم، لان هي دي بس اللي هتتحسب. لو عندك اكتر من ورك اكسبيرينس مختلفين، واحده منهم بس اللي هتتحسب. ايه الحل يعني لو واحد عنده مشكله بقى؟ ما عندكش غير حاجتين، يعني اما تستنى شويه وتزود سنين الخبره بتاعتك، او ان انت بقى تجتهد بقى وتعلي السكور بتاعك في الايلتس جامد جدا وتوصل ل4 8 بحيث تكفر اي نقص ممكن يطلع لك في موضوع الورك اكسبيرينس اللي بيتخصم منه دوت. احنا بنعتذر في اسئله بتجيلنا على الفورم او على الجروب بتبقى جنرال كويشن كده مش بنعرف نجاوب عليها. ليه؟ لانه زي ما انتم فهمتوا في الفيديو الموضوع اغلبه معتمد على كشف المواد اللي انت جبته من الكليه، هل او الكليه بتاعتك هل هي هتبقى ICT ميجور ولا ماينور، هل هي كلوز ريليتد ولا مش كلوز ريليتد. عشان كده لما حد بيجي يسالنا الموضوع ده هل ينفع اقدم، هل هتخصم مني سنين كذا قد ايه، مش بنعرف نجاوب. بس انتوا فهمتوا خلاص كده في اخر الفيديو استيميشن كده اوفر اول هتقدمه ازاي او متوقع النتيجه تطلع ازاي. ناخد شوية أسئلة. إجابات الأسئلة دي هتفرق كتير في فهم الموضوع أكتر. الأسئلة اللي انتوا بعتوها في تعليقات البوست بتاع الفيديو أنا أخدت سكرين شوت منها عشان كل واحد يعرف إن ده السؤال بتاعه ودي الإجابة اللي أنا أقدر أديها له. طيب أول سؤال بيقول لو واحد خبرته 8 سنين اشتغلهم سيستم أناليست بس في النص اشتغل 1.5 سنة كواليتي أشورنس، هل يتخصموا 1.5 سنة دولت زائد السنتين اللي بيتخصموا طبيعي؟ ايوه هيتخصموا. السنه ونص بتوع كواليتي اشورنس دولت مش ريليتد للسيستم اناليست. لما تقدم على وظيفه السيستم اناليست الديوتيز بتاعتها مختلفه عن الكواليتي اشورنس، فوارد جدا يعني او غالبا يعني هيتخصموا السنه ونص دولت. ولو انت بكالوريوس ICT ميجور كلوزلي ريليتد فالسنتين الطبيعيين هيتخصموا منك، يبقى انت كده هيتخصم منك سنتين زائد 1.5 سنة 3 سنين ونص. الباقي هو اللي هيتحسب لك سنين تستحقها كنقط في الاميجريشن بروسيس كلها. انهي افضل في معادلة الشهادة للمهندسين IT ACS ولا EA؟
احنا جاوبنا على السؤال دوت في سلايد كانت مفصله. كل واحد يختار اللي عايزه. في ناس تفرق معاها الفلوس فتروح للاي سي اس، في ناس يفرق معاها البوينت وسنين خبره تروح للاي اي على الفلوس، في ناس بتخاف من تعمل موضوع السي دي ار والتقارير دي فتروح للاي سي اس. كل واحد يعني يشوف ايه الانسب له. بيقول كده: وهل لازم شهادة الخبرة يكون مذكور فيها تفاصيل الوظيفة؟ طبعا لازم يكون فيها التفاصيل والديوتيز اللي انت كنت بتعملها في الشغلانة، وتكون قريبة جدا للتاسكات اللي مطلوبة في الكود اللي انت بتقدم عليه، كود الوظيفة اللي انت بتقدم عليه. ارجع للفايل البي دي اف او الموقع بتاع ANZ كوسيرش واعرف ايه التاسكات اللي المفروض تكون موجودة في الاكسبيرينس ليتر اللي انت هتطلعها من شركة عندك. وبيقول كده: ولو مثلا تخصص داتا سنتر انجينير يطلع شهاده خبره بنفس المسمى ولا مسمى تاني، يستحسن يكون مسمى قريب من اللي موجود يعني في الكود اللي انت تقدم عليه. في الحقيقه اي سي اس ما وضحتش في الجايد لاين بتاعها اي مشكله لو الاسم مختلف. هي اللي فارق معاها قوي الديوتيز والريسبونسابيلتيز اللي معمول لها ليست واضح تحت كل جوب، لكن المسمى الوظيفي ما قالتش ان هو فارق معاه في حاجه يعني. لو انا بكالوريوس علوم حاسب وفي التقييم اعتمدوا مساوي الحاجه عندهم اسمها اسوشيت ديجري وبعدين خصموا 5 سنين من الخبره. بص، السؤال في حد ذاته المفروض ما يكونش منطقي. انت لو بكالوريوس كمبيوتر ساينس فالمفروض هناك تروح بكالوريوس، يعني الكيس دي يعني حاجه نادره الحدوث، ولو حصلت المفروض اصلا تعمل ابيل، تعترض وتقول لهم غلط، يعني دي لو حصلت تبقى المفروض غلطه منهم. لكن انت بكالوريوس علوم، معظم الناس كمبيوتر ساينس يعني اتعادلوا هناك على انهم بكالوريوس، فما تخوفش نفسك وتخوف ناس تانية. المفروض انت هتكمل بكالوريوس. بس لو هنفترض غدا ان ده حصل يعني، وانا مش متوقع كده خالص يعني. بيقول بقى السؤال بقى: هل ليه حق اطالب درجات على 5 سنين اتخصموا دول في وقت الاي او اي ولا لا؟ علما بان مكتوب في النتيجه بتاعه التقييم ان وزاره الهجره الاستراليه هي الجهه الوحيده التي لها الحق في اعطاء الدرجات. ده حقيقي. القرار الاخير بيبقى لوزاره الهجره، بس برضو وزاره الهجره ما بتعدلش على الاي سي اس الا يعني في شواذ القاعده. وانا اتخيل يعني لو ده حصل وزاره الهجره هتصدق كلام الاس ويكمل. بس ما اعتقدش ان الكيس دي وارده الحدوث. ما تخوفش نفسك، ما ان شاء الله مش هتحصل يعني. انا شغال سيستم اناليست وعندي خبره 4 سنين فول تايم، تمام، من بعد الجيش، و3 سنين بارت تايم خلال الدراسه الجامعيه. طيب خلونا نقف كده وما نكملش السؤال. 3 سنين بارت تايم خلال الدراسه الجامعيه، الجايد لاين بتاع الاي سي اس ما وضحش ان يكون في مشكله لو انت شغال مع الكليه، لكن اعترض لو انت شغال بعد الكليه بعد التخرج، يعني شغال شغلانتين ليهم في نفس الوقت، يعني واحده الصبح وواحده بالليل، وهتقدم الاثنين. لو انت شغال شغلانتين وفي نفس الوقت لا، هتحسب لك حاجه واحده. لكن الكيس دي اللي لو انت كنت شغال بارت تايم وقت الجامعه، الكيس دي مش موجوده عندهم. يعني الكيس دي ما اتكلموش عليها اصلا يعني. هل هتتقبل ولا لا؟ انا اعتقد هتقبل، ما اعتقدش هيعترضوا عليها. بس برضو ده هيبان وقت الاسسمنت، لان هم يعني الكيس دي ما اتكلموش عليها. بس خلي بالك الثلاث سنين بارت تايم لازم يكونوا 3 سنين متواصلين. لازم تثبت في الاكسبيرينس ليتر اللي انت كنت شغال بارت تايم لمده 3 سنين متواصلين، وعدد ساعات العمل ما تقلش عن 20 ساعه في الاسبوع. اقل من كده مش هيعتبروها بارت تايم. مع العلم اني خريج اداب مكتبات شعبة تقنية معلومات ماينور، يعني مش ميجور. هيتعاملوا ازاي مع سنين الخبرة دي وهيتحسب لي كام درجة؟ طيب ناخد السطر الاولاني: انت خريج اداب مكتبات شعبة تقنية معلومات. انا ما اعرفش نسبة المواد الاي سي تي اللي انت درستها في القسم دوت ماينور ولا اقل من ماينور. اخشى يعني ان انت ممكن كمان تتصنف على انك نون اي سي تي كمان، او ممكن تتصنف ماينور. فالاحتمالين واردين. تعمل ايه؟ زي ما قلنا في الفيديو، روح للفايل اللي فيه الجوب ديسكريبشن بتاعتك، شوف المواد اللي مطلوبه منك، افتح كشف المواد اللي انت خدته من الكليه وقارن هل انت تجيب الليميت اللي احنا شرحناه الحد الادنى للماينور ولا لا، عشان ما تتفاجئش. هو في نقطه تانية ممكن تظهر. افترض يعني ايه اللي يحصل لو واحد كان مقدم وفاكر نفسه ماينور وفجاه لقى نفسه النون اي سي تي. احنا قلنا ان النون اي سي تي
اللي هو الكليه مش شغال، المواد بتاعتها مش مينلي يعني، او المين بتاعها المواد الاي سي تي، لازم يقدم ار بي ال ابلكيشن، يقدم ابلكيشن كده فيها شويه معلومات عن الخبره اللي اتعلمها وبروجكت يشتغل عليها. فايه اللي هيحصل لو واحد ما كانش مقدمها وتصنف على نون اي سي تي؟ الاسسمنت الريزلت بتاعته هتقول له لا، انت ناقص لك ابلكيشن المفروض تقدمه، وبيدفع فلوس زياده عشان يكملها يعني. فانت في الوضع بتاعك بتاع صاحب السؤال دوت، احتياطي قدم ار بي ال ابلكيشن لئلا تصنف على انك نون اي سي تي مش اي سي تي ماينور. هيتعاملوا ازاي مع سنين خبره؟ زي ارجع بقى للجدول الكبير، لو انت على حسب تصنيفك يعني هتحسب لي كام درجه. السؤال ده غلط. الاي سي اس ما بتحسبش درجات، دي مش مهمتها. الدرجات دي بتتحسب عن طريق وزاره الهجره بعد ما الاي سي اس تقول كلمتها. هل هيتم اعتمادي بعد ما اقدم لكم الامبلويمنت ريفرنس وفيه يعني الامبلويمنت ما فيهاش مشكله يعني، اللي هم هيشوفوا يعني تفاصيل ورقه الامبلويمنت ريفرنس او الاكسبيرينس ليتر اللي انت طلعتها من الشغل. انا خريج اداب بس خبرتي اي تي، وكان سؤالي اكتب الوظيفه اي تي بزنس اناليست ولا اي سي تي بزنس اناليست. زي ما قلنا الاسامي مش فارقه معاهم كتير، خصوصا المصطلح ما بين اي تي واي سي تي تقريبا مفيش فرق ما بينهم. لو في امكانك تكتب الاثنين اكتب زي الكود انفورميشن احسن اللي هو الاي سي تي بزنس اناليست. لكن هي مش هتفرق في المسميات، تفرق اكتر في الديوتيز اللي انت هتكتبها جوه الاكسبيرينس ليتر اللي تاخدها من الشغل عندك. انا جوزي خريج هندسه ميكانيكا باور ولكن اشتغل في مجال اي تي، كيف يمكن حساب البوينت والخبره؟ ده سؤال عام قوي، محتاج جوز حضرتك يشوف الفيديو من الاول. انا ما اعرفش هندسه ميكانيكا باور هل مثلا درس في اعدادي او اول سنه في الكليه مواد اي سي تي تنفعه ويتحسب اي سي تي ماينور، ولا هيبقى الكليه بتاعته دي تعتبر رغم انه هندسه يعني يعتبروه نون اس تي اصلا؟ انا مش عارف، لازم نشوف الترانسكريبت بتاع كشف المواد بتاعه ويحسم الموضوع. بالنسبة لتخصص نظم المعلومات الإدارية اللي هو مانجمنت انفورميشن سيستم، ده تقييمه بيكون ازاي؟ بيتحسب ماينور ولا ميجور؟ برضو سؤال مش عارف نجاوب عليه. لازم ترانسكريبت، لازم كشف المواد بتاع الكليه، نعرف انت درست ايه وكل ماده دي نسبه المواد الاي سي تي منها قد ايه، هل هي كلوز ريليتد ولا لا. انا ما اعرفش نظم المعلومات الاداريه دي يعني تتصنف برضو بكالوريوس ولا دبلوم او معهد. ف يعني سؤال عام مش بنعرف نجاوب عليه. لازم يعني زي ما شرحنا في الفيديو كله كده، امشي مع الاي سي اس بروسيس اسسمنت، افهم هم يعني، هات ترانسكريبت واسمع الفيديو تاني. بيتخصم برضو سنين، هيتخصم برضو سنين. لو الواحد اشتغل في مجال اي تي في عده حاجات، ازاي يثبتها في وظيفه واحده؟ مثلا اشتغل فني شبكات واشتغل سيستم شويه واتصالات شويه. طيب السؤال ده مش مظبوط ليه؟ لانه مفيش يعني الوظيفه الواحده مش المفروض يكون فيها كل حاجه زي كده. يعني يعني انت هتقدم على انهي وظيفه؟ انت هتقدم على نتورك انجينير ولا يعني سيستم ادمنستريتور؟ شوف الوظيفه اللي انت هتقدم عليها هل كل اللي انت اشتغلت فيه ممكن يكون جوه نفس الوظيفه دي ولا لا. لو في خلاص، لكن في الاخر انت بتقدم على وظيفه واحده. من الشغل القديم انت بقى بتطلع اكسبيرينس ليتر يقول بقى انا اشتغلت في الحاجات دي كلها. وارد ان يكون مثلا فني الشبكات والسيستم ممكن يكونوا مع يعني ممكن الديوتيز بتاعت الاثنين يكونوا قريبين لبعض ويتقبلوا في وظيفه واحده، بس انا ما اقدرش اتاكد. اقتراحي ليك شوف انت هتقدم على انهي وظيفه، شوف التاسكات بتاعتها، هي دي التاسكات اللي انت تقدر تطلع بيها اكسبيرينس ليتر من الشغل عندك ولا لا. انا لسه متخرج، اخد كورسات ايه واشتغل ايه بالظبط عشان ابقى اي تي؟ انا خريج كمبيوتر ساينس، ممكن بس تديني خيط ابدا منه. طيب انت خريج كمبيوتر ساينس، مفيش حاجه اسمها كورسات تاخدها. يعني كل مجالات اللي هتشتغل فيها كمبيوتر ساينس كلها بتتقيم من الاي سي اس عادي. فاختار الوظيفه اللي انت بتحبها، ابتدي واشتغل، ويكون عينك بس على الوظيفه، يعني يكون عينك على الوظيفه اللي انت هتشتغل فيها. افهم الديوتيز بتاعتها ايه من على الفايل بتاع الكود انفورميشن او مع الموقع بتاع اي ان زد كو سيرش.
وحاول تطلع في نهايه مده الشغل بتاعتك بعد سنتين لو انت لسه متخرج يعني الديوتيز بالمنظر دوت. انت لسه متخرج، ده معناه ان انت مش هتعرف تقدم دلوقتي، لازم على الاقل تكمل سنتين اللي هو المينيمم اللي بيحقق شرط السواتيبيليتي كرايتيريا. انا مخلص حاسبات ومعلومات وشغال سيستم ادمن ونتورك انجينير ومتامن عليه بقالي 5 سنين كده. برضو لازم يخصموا لي سنتين في معادله الاس اس. هيخصموا لو انت في حاله، لو افترضنا ان انت بكالوريوس اي سي تي ميجور كلوز ريليتد. فكره ان محدش يخصم لك سنين دي وارد تكون قديمه. الجايد لاينز اللي احنا شغالين عليه دوت ده فيرجن 4 اصدار 2015. انا ما اعرفش الفيرجنز اللي قبل 2015 كان وضع السواتابيليتي كرايتيريا كان ايه. هل كانوا في فتره من الفترات ممكن يقبلوا السواتابيليتي كرايتيريا كانت ممكن تبقى يعني في كيس معينه السنين بتاعتها صفر؟ وارد. انا ما قدرتش ارجع للتاريخ اللي قبل فيرجن 4 قبل 2015 عشان اعرف هل هم زمان ما كانوش بيقسموا ولا لا. بس الجايد لاين اللي موجود على السايت دلوقتي اللي هو فيرجن 4 اصدار 2015 بيقول اقل حاجه هتتخصم سنتين. عندي بكالوريوس كمبيوتر شبكات بالاضافه للسي سي اي. كيف ممكن احسب البوينتس؟ هل يقبلوا شهاده الجامعيه مع سي سي اي او احداهما؟ السيرتيفيكت بتاع سيسكو اللي في الشبكات يعني وضعها في الجايد لاين بتاع الاي سي اس كان دايما بيسبورت الناس اللي في دبلومه ليفل، لكن ما كانش ليه علاقه بالبكالوريوس. البكالوريوس ما كانش يعني ما كانش مش هيستفيد بيها تقريبا يعني. بس لو عايز تقدمها قدمها، بس في الجايد لاين ما كانش بيقول ان حد معاه بكالوريوس وسيرتيفيكت هيفرقوا مع بعض. لكن لو انت عايز تقدمها قدمها، لكن ما اعتقدش ان هم هتفرق معاك يعني. ازاي احسب البوينت؟ ده مش تخصص الاي سي اس. احنا بنتكلم بس على التقييم. البوينت دي ده بقى ده حوار الهجره نفسه، ده مش السكوب بتاعنا. وظيفه الجرافيك ديزاينر التابعه لفيتاسيس، يا ريت تتكلموا عنها. انا قريت قبل كده اني ممكن اقيم الخبره مع الاي سي اس واقيم المؤهل بتاعي لو ملوش علاقه بالكمبيوتر مع فيتاسيس. لا، انا الكلام ده غريب. بص، الجرافيك ديزاينر المسمى ده مش بالظبط كده في الاي سي اس. انت لو عملت سيرش هتلاقي ان الاسم بتاعه مالتي ميديا، ولو انت جيت تسيرش هتلاقي في نوعين من مالتي ميديا، مالتي ميديا سبيشاليست ومالتي ميديا حاجه تانية كده مش فاكرها. واحد مع فيتاسيس مظبوط وواحد مع الاي سي اس. لو انت جرافيك ديزاينر من النوع اللي هو شغال في مكتب وبتقابل كلاينتس وتقعد تصمم حاجات كده على الفوتوشوب وكده، فده غالبا مش هو دوت اللي بتقيم خبرته مع الاي سي اس. ده النوع التاني اللي هو بتقيم مع فيتاسيس. خش اقرا الديوتيز كويس، واقرا الاثنين يعني الشغلانتين بتوع المالتي ميديا دولت، وشوف انت الديوتيز اللي بتعملها تبع انهي واحده، وبعد ما تفهم شوف جهه التقييم اي سي اس ولا فيتاسيس. ازاي اقدر اعرف اساسا ان شهادتي قابله للمعادله ولا لا؟ لان اتصلت بمكتب قبل كده وقالوا لي هنقدم بالثانويه العامه، ما فهمتش ليه رغم ان معايا بكالوريوس نظم اداريه. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. انا ما اعرفش نظم معلومات اداريه دي ايه الكونتنت، يعني ايه شكل المواد اللي فيها. بس زي ما احنا يعني من اول الفيديو لغايه دلوقتي الموضوع واضح وصريح. ازاي تخمن يعني، او ازاي تقيم نفسك بشكل مبدئي كده هل شهادتك تعادل ولا لا. قلنا الترانسكريبت بتاع الكليه، بص على المواد بتاعته وقيم نفسك. بخصوص اللي متخرج من كليه اخرى ليست متعلقه بمجال الاي تي بس معاه سي سي ام بي راوتنج سويتشنج او سي سي ان اي سيرتيفايد. مبدئيا كده السي سي ان اي مش مقبوله عندهم. من اول البروفيشنال ليفل زي السي سي ام بي اللي انت واخدها هي دي المقبوله. بصوا السؤال ده بقى احنا يعني حاولنا نفهمه وبعتنا لهم ايميلات بس ما ردوش علينا رد يعني رد واضح. محتاجين لو حد كان جرب يعني خد التجربه دي يقول لنا هم قيموه ازاي. ايه المشكله هنا؟ المشكله ان واحد متخرج من كليه مش اي سي تي. الكليه اللي مش اي سي تي ده مطلوب منه انه يقدم ار بي ال ابلكيشن، والسواتابيلتي كرايتيريا بتاعته عباره عن 6 سنين. لكن في نفس الوقت هو معاه سيرتيفيكت سيسكو سي سي ام بي، واللي هي بالنسبه لهم تعادل دبلومه اي سي تي ميجور. هل هم هيحسبوها ازاي؟ في الحقيقه انا فشلت ان انا اعرف هيقيموه ازاي يعني. يا ريت لو حد خد التجربه دي يحكي لنا هم قيموه ازاي. واحد نون اي سي تي ومعاه سيرتيفيكت سيسكو او مايكروسوفت. انا خريج كليه تجاره وعامل دبلوم في كليه علوم حاسبات
في الاكاديميه واعمل في مجال اي تي نتورك ادمن، ومعايا سيرتيفيكت على سبيل المثال MCSE او A+، وشغال بيهم، لكن محتاج اعرف ايه الشهادات والتخصصات اللي محتاجها عشان اكون كواليفايد ليهم، ومعايا خبره اكتر من 8 سنين وعندي 29 سنه. طيب دي الكيس دي برضو نفس مشكله الكيس اللي قبليها. انت خريج كليه نون اي سي تي ومعاك وعملت دبلومه، يعني احنا بعد الكليه ممكن تعمل ماستر او دبلومه، ودي ليها وزن كويس في الاي سي اس. بس هي نفس المشكله كده، انت داخل كده بحاجتين، انت نون اي سي تي ومعاك دبلومه. هل هيقيموك على انهي اساس فيهم؟ الحقيقه احنا مش عارفين، يعني انا مش واضحه في الجايد لاين هيعملوا معاك ايه، دي هتبان وقت الاسسمنت. والنوع ده من الاسئله حتى لو بعته في ميل هم مش بيرضوا يجاوبوا عليه، يعني دي بقى بيقول لك لا دي بقى ايه، انت ابعت لنا بقى واحنا نبص بقى ايه براحتنا في الاسسمنت بتاعك. جرب تبعت لهم ميل يمكن تفهم منهم. لكن الكيس دي يعني من الكيسات، يعني دي واللي قبليها من الكيسز اللي مش واضحه قوي يعني في الجايد لاين. عشان كده مش عايزين، يعني مش عايز افتي كده واقول حاجه غلط واسوحك معاه يعني. ابعت ميل او جرب تعمل اسسمنت شوف هيقول لك ايه. لو يا ريت لو في حد كان خاض التجربه دي قبل كده يقول لنا هم اتعاملوا معاه ازاي. انت بس قايل حته مهمه، محتاج اعرف ايه الشهادات والتخصصات اللي محتاجين عشان اكون كواليفايد. السؤال ده غلط، مفيش حاجه اسمها شهادات. الاي سي اس مش طالبه منك تارجت معين، هي بتقيم وضعك الحالي. انا كمبيوتر ساينس عين شمس وشغال نتورك، بس اقدر اطلع شهاده كاني سوفت وير ديفلوبر، هل ده يفيدني ولا لا؟ ولا لو طلعت شهاده الخبره في النتورك يبقى احسن؟ اكيد لو طلعت شهاده الخبره في المجال اللي انت شغال فيه، لكن هتستفيد ايه بسوفت وير انجينير، سوفت وير ديفلوبر؟ هتلاقي ان الاكسبيرينس ليتر اللي انت طالعه من الشركه مش ماشي مع الديوتيز اللي موجوده في سوفت وير ديفلوبر، فطبعا ده كلام مش مظبوط. يعني المفروض تطلع شهاده خبره بالشغلانه اللي انت شغال فيها. المحامي بيقول لي عنده طريقه يعمل معادله من غير ما يتخصم اي سنين خبره من اللي هقدمها، فهل هو صادق فعلا؟ المحامي ده يعني في احتمالين، يا اما نصاب مفيش حاجه بتقول كده في الجايد لاين الحالي، او يا اما معلوماته قديمه ووارد ان يكون زمان ما كانش بيتخصم فمعلوماته مش ابديت. فانا يعني انا ما اقدرش اجزم باللي يقول ده صح ولا غلط. روح ناقشه قول له لا قول له الجايد لاين الجديد الفيرجن 4 ما بيقولش الكلام ده، انت جبته منين؟ افهم وقول لنا. وفي العموم يعني احنا بنشرح وعاملين فيديو وفي منتدى كبير عشان اصلا ما تروحش للمحامي وتضيع فلوسك، الموضوع مش صعب يعني. هتفرق لو الجوب ديسكريبشن مقارب للبيزنس اناليست مش نفس الجوب تايتل؟ مش فارقه، مش مهم الجوب تايتل، المهم ان الجوب ديسكريبشن او الديوتيز والريسبونسابيلتيز اللي انت هتلستها كده جوه جنب الاكسبيرينس ليتر تبقى زي المكتوبه في البيزنس اناليست كود انفورميشن. لو سمحت انا خريج نظم ومعلومات اداريه، وعشان اهاجر محتاج اعادل شهادتي منين؟ ده سؤال جنرال قوي، انا ما اعرفش يعني نظم ومعلومات اداريه بتدرس شكل المواد بتاعتها ايه. زي ما احنا قلنا في الفيديو، ارجع طلع هات كشف المواد بتاعك من الكليه، بص على المواد دي هل هي كلها ليها علاقه بالاي سي تي ولا لا، عشان تعرف تخمن وتقيم نفسك بشكل مبدئي كده. هل انت هتبقى دبلومه ولا بكالوريوس، اي سي تي ميجور ولا ماينور، ولا نون سي تي كلوز ريليتد ولا لا؟ اخر حاجه طلب بس من حضراتكم وانتوا بتسمعونا، يا ريت تقولوا لنا فيدباك على الفيديو دوت. لو في اي حاجه مش واضحه ممكن نعملها تاني في فيديو. لو في اي غلطه عملناها وضحها لنا نصلحها في الفيديوهات الجايه. لو في اي حاجه خبره ممكن تفيدونا بيها يا ريت تقولوها لنا برضو. اي حد عنده اسئله جديده ما جاوبناش عليها في مجموعه الاسئله دي اكتبوها لنا برضو. حاجه مهمه طالبينها منكم خصوصا للناس اللي هي نون اي سي تي، اللي هي كليات تجاره او حقوق او اداب، حد شغل اي تي محتاجين وعمل دراسات يعني بعد الكليه، او عنده شهادات سيسكو ومايكروسوفت وجرب يقيم نفسه بيها، وعنده اكزامبل لار بي ال ابلكيشن، يا ريت يحكي لنا تجربته، يبعت للادمن لو هو مش عايز يقول اسمه او يكتبها على المنتدى. بس الجزء بتاع الناس الاي سي تي ده جزء شويه مجهول ومش عايزين نفتي فيه واحنا مش فاهمين. فيا ريت لو حد من اللي بيسمعنا
كان خاض التجربه او يعرف حد خاض التجربه يفيدنا في الحاله دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون فهمتوا بشكل عميق يعني الاي سي اس بتفكر ازاي وبتقيم الشهادات ازاي. احنا هنقف لغايه كده. في فيديوهات جايه ان شاء الله ممكن نشرح الورق اللي محتاجينه وشكل شهاده الخبره، لكن لغايه ما نعمل الفيديو التاني في فيديوهات كتيره على نفس الشانل واضحه فيها جدا شهاده الخبره تتعمل ازاي. الاي سي يعني الورق ده مش هيبقى مختلف كتير عن الورق اللي بيتقدم في باقي جهات التقييم. شكرا ليكم واشوفكم على خير في فيديو تاني قريب.